أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تبارك وتعالى، بشرح الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى قوله وصلنا إلى قول الشيخ: فصل: ونسبة الألفاظ للمعاني. نسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، إلى آخر. نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بالحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة دارتها منكشفا. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل عز المقامات العلا، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجاب لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الابتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته نحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصول عدا تجمع من فنونه فوائدا، سميته بسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطول يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال، فابن الصلاح والنووي رمى، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جواز كمل القريحة ممارس السنة والكتاب، ليهتدي به إلى الصواب. إدراك مفرد تصور علم، ودرك نسبة بتصديق مصيب. وقدم الأول عند الوضع بالطبع والنظر مع تجلي التأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. دلالة اللفظ على ما وافق يدعون دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم.
مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي هو الجزئي. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. وكليات خمسة منطقة جنس وخاص وعرض نوع وخاص. وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. أخذنا في الدرس الماضي مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. أخذنا في الدرس الماضي اللفظ إما مهمل وإما مستعمل. صحيح؟ اللفظ إما مهمل وإما مستعمل. شقاق مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. المستعمل إما مركب وإما مفرد. قال الشيخ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه. المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا اللي هو المفرد. المفرد هو الذي ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد كسيد. مفهوم؟ ثم قال ماذا قال؟ فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. ثم قال وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي. هذا كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فقلنا الكلي ما لا يمنع من وقوع ما لا يمنع من تصور معناه وقوع الشراكة فيه. قلنا والجزئي هو ما يمنع من تصور معناه وقوع الشراكة فيه. صحيح؟ قال فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. ثم قال وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. وأول اللي هو الكلي إما كلي ذاتي وإما كلي عرضي. صحيح؟ قلنا الكلي إما كلي ذاتي إما كلي عرضي. هم كلام. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إلى خرج. ثم جينا إلى الكلية الخمس. ما هو الكلي الذاتي؟ الجنس ثم فصل ثم النوع إن قلنا أنه ذاتي. صحيح؟ والكلي العرضي ماذا قلنا فيه؟ العرض العام والخاص. كيف عرفنا الجنس؟ كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. في جواب ما هو؟ في جواب ما هو؟ مثل ما الإنسان، ما الفرس، ما الحصان؟ تقول حيوان فيجاب عنه بالجنس. هذا
صحيح؟ أو تعريف الجنس ماذا نقول فيه؟ هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، كذلك جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، هذا هو بالنسبة للجنس. ثم تكلمنا على الفصل. كيف عرفنا الفصل؟ هو جزء الماهية الصادق عليها فقط، المميز لها عن غيرها في جواب أي شيء هو. أي شيء هو، تقول أي شيء الإنسان هو الضاحك مثلا، أي شيء الإنسان الناطق، أي شيء الحمار الناهق، أي شيء البغل، أي شيء الحصان الصاهل، وهكذا. هذا اسمه الفصل. قلنا الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها فقط، المميز لها عن غيرها، يميزها عن غيرها في جواب أي شيء هو. صحيح؟ هذا هو الفصل. ثم قلنا العرض العام ما هو؟ كلي خارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، كالماشي. كالماشي بالنسبة للإنسان، كالماشي بالنسبة للإنسان يصدق على الإنسان وعلى غيره. قلنا العرض العام لا يقع في سؤال جواب، في جواب سؤال، لا يقع في جواب سؤال. صحيح؟ نعم. ثم الخاصة هو كلي خارج عن الماهية خاص بها، كالضاحك بالنسبة للإنسان، كالضاحك بالنسبة للإنسان، فهو خاص بالإنسان. قلنا يقع في جواب سؤال ولا لا؟ ما هو؟ قلنا هذا صحيح؟ ما هو في جواب ما هو، في جواب ما هو. صحيح؟ أما النوع فيه كم قول؟ 3 أقوال. قلنا إما هو وسط، إما هو وسط. القول الأول إما هو وسط بين الكلي الذاتي والكلي العرضي، وسط نوع. وإما هو كلي يدخل في الكلي الذاتي، على لو عرفنا بأن الذاتية ما هو؟ الذاتي ما كان داخلا في الماهية جزءها أو تمامها يدخل النوع هنا. وقد يكون، وقلنا القول الثالث أن النوع من الكلي العرضي. كلي العرض، إن عرفنا العرضي ما هو؟ ما كان خارجا عن الماهية، سواء كلها أو تمامها أو جزءها، فيكون داخل هنا في الكلي العرضي. فلنا 3 أقوال في النوع، إما وسط بين الكلي الذاتي والعرضي، وإما يدخل في الكلي الذاتي، وإما يدخل في الكلي العرضي. 3 أقوال في النوع. صحيح؟ هذا الذي أخذناه البارحة. ثم ماذا فعلنا؟ قسمنا الجنس إلى قريب ووسط وبعيد. ما هو القريب؟ ما لا جنس تحته بل تحته أنواع وفوقه أجناس، فوقه أجناس، هذا القريب. ما لا جنس تحته بل تحته أنواع وفوقه أجناس. مثل ماذا؟ الحيوان. الحيوان تحته أنواع، تحته الإنسان والفرس والحمار والقط وهكذا، تحته أنواع وفوقه أجناس، فوقه الجسم وفوقه المتحرك وفوقه النامي وغير ذلك. هذا القارب، جنس قارب. ما لا جنس تحته بل تحته أنواع، صحيح، وفوقه أجناس. فهمنا؟ ثم قلنا الجنس الوسط ما هو؟ ما فوقه جنس وتحته جنس، كالجسم، فوقه الجوهر وتحته حيوان، صحيح. ثم قلنا البعيد ما هو؟ ما لا جنس فوقه وتحته أجناس، كالجوهر، لا يوجد فوقه جنس، هو آخر شيء، لكن تحته أجناس، تحته المتحرك والنامي
والجسم والحيوان. فهمنا يا جماعة هذا؟ في حد لم يفهم هذا؟ هذا الذي أخذناه البارحة. كذلك الفصل ينقسم إلى قسمين: قريب وبعيد. فصل قريب مثل ماذا؟ مثل الناطق بالنسبة للإنسان. الفصل البعيد مثل الحساس. بالنسبة للإنسان حساس. هذا الحساس يميزه عن غيره من الأجسام، فهو فصل بعيد. صحيح؟ فصل قريب كالناطق، وفصل بعيد كالحساس بالنسبة للإنسان. فهمتم يا جماعة؟ هذا ها؟ فأقرب فصل إلى الإنسان ما هو؟ الناطق، فيفصله عن غيره من الحيوانات. أما الفصل البعيد هو الحساس بالنسبة للإنسان، فهو يميزه عن غيره من الأجسام. فهمنا؟ لأن هل الأجسام حساسة؟ لا، إلا الإنسان فقط الذي يحس. ثم العرض العام ينقسم إما عرض عام ملازم ومفارق. صحيح؟ ما قاله الشيخ تحت، فهو تحت. ماذا قال في العرض العام؟ إما عرض عام ملازم، عرض عام مفارق، كالتنفس بالفعل والتنفس بالقوة. هذا المثال الذي أخذه الشيخ، صح؟ كالتنفس بالفعل والتنفس بالقوة. التنفس بالقوة هذا ملازم للإنسان، ملازم. التنفس بالقوة ملازم. التنفس بالفعل هذا مفارق. هذا ملازم، عرض عام ملازم كالتنفس بالقوة. التنفس كل إنسان يعني قادر على التنفس مثلا، هذا ملازم. أما بالفعل، تنفس بالفعل هذا مفارق، يعني الإنسان ليس في كل أوقاته يتنفس. صحيح؟ التنفس بالفعل هذا مفارق. ثم الخاصة كذلك، ماذا قال فيها الشيخ في الأخير؟ تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ لازمة، خاصة لازمة، وغير لازمة. صحيح؟ مفارقة ولا غير لازمة؟ مفارقة أو غير لازمة. الخاصة مثل ماذا؟ الضحك بالقوة. كل إنسان صالح للضحك، هذا ملازم. مفارقة الضحك بالفعل. هذه مفارقة. هل الإنسان في كل وقته يضحك؟ لا، بعض الأحيان فقط. مفهوم يا جماعة؟ فهذه لازمة، خاصة لازمة، خاصة مفارقة. هنا الكلام. بقي لنا النوع. أين النوع؟ ها هو النوع. فالنوع ينقسم إلى حقيقي وإضافي. نوع حقيقي إضافي. ما هو النوع الحقيقي؟ أخذناه الآن، هو كلي مقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو. هذا كلي مقول على كثيرين متفقين ولا متحدين في الحقيقة في جواب ما هو. ما زيد، ما عمر، ما بكر، هو إنسان.
ما زيد إنسان، ما بكر إنسان، ما عمر إنسان، ما خالد إنسان. هذا كلي مقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو. إذا سألت عن ما زيد ما عمر ما بكر سيكون الجواب إنسان بالنوع، سيكون الجواب بالنوع. فهمنا؟ هذا الحقيقة. الإضافي الشيخ قال هو كلي مقول على كثيرين مطلقا، كثيرين مطلقا، لا متحدين ولا مختلفين، وإنما مطلقا. كلي مقول على كثيرين مطلقا. مفهوم؟ لم يمثل له الشيخ؟ لم مثل له تحت ولا قال كالنقطة ولا ماذا؟ قال وإضافي وهو كلي مقول على كثيرين مطلقا. صحيح، كثيرين مطلقا، لم يحدد لا متحدين في الحقيقة ولا مختلفين، وإنما مطلقا. نعم. زيد ماذا قال؟ المندرج تحت جنس، مندرج تحت الحيوان جنس، مندرج تحت الحيوان. هذا مثل مثلا إنسان مندرج تحت حيوان، هكذا يعني حيوان يدخل تحت الإنسان. فهذا النوع مندرج تحت جنس، مثلا حيوان مندرج تحت جنس كالحيوان تحت الإنسان. زيد ماذا قال؟ فبين الحقيقي والإضافي عموم وخصوص وجهي. ما هو العموم والخصوص الوجهي؟ أن يجتمعا في شيء، أن يجتمع في شيء ويفترق كل منهما في جهة. هذا هو العموم والخصوص الوجهي. يجتمع في شيء ويختلف كل منهما عن الآخر في جهة، اسمه عموم وخصوص وجهي. يجتمع في شيء، مثل هنا النوع الحقيقي والإضافي اجتمعا في ماذا؟ في إنسان، اجتمعوا في إنسان، لكن اختلف الحقيقي في ماذا؟ في ماذا؟ الجهة ما هو؟ فهو وينفرد إضافي في نحو حيوان، إضافي ينفرد في نحو حيوان، وينفرد الحقيقي في نحو النقطة كما قال الشيخ. فهم؟ الحقيقي والإضافي يجتمعان في إنسان، يجتمعان في إنسان، يسمى نوع حقيقي ويسمى نوع إضافي. ويفترق الإضافي في حيوان، ويفترق الحقيقي في النقطة مثلا، في النقطة مثلا. هذا هو. فالآن الحقيقي والإضافي بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يجتمعان في شيء ويفترق كل منهما في جهة. فالإضافي افترق في حيوان، والحقيقي افترق في النقطة. فهم جماعة هذا ما أخذنا، سنزيد الكلام عنه فيما هو آتي. هذا هو الدرس الذي أخذناه في الماضي. فنحن ماذا؟ زدنا الفصل، قسمناه قريب وبعيد، والنوع حقيقي وإضافي، والعرض العام ملازم ومفارق، والخاصة ملازمة ومفارق. هذا الذي أردنا أن نزيده. واضح يا جماعة؟ هذا هو. زيد الذي يريد يكتب هذا التشجير يكتبه، فإنه مفيد جدا. نعم.
كتبتم التسجيل، اكتبوا هذا التسجيل لأنه يلخص لك الدرس كله. كل الدرس مستعمل ألفاظ ملخص هنا في هذا التسجيل. ماذا قال الشيخ هنا؟ أعطيني في الإضافي نفس الكلام. لا لا لا، فهم. الشيخ جمال فاروق ماذا قال في الإضافي، نوع الإضافي؟ يعني نفس ما قلنا هنا. هذا نفس الكلام. يلا بسرعة لكي نأخذ الجديد.
خلاص. ها يلا نأخذ الجديد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في دارين آمين. آمين. فصل في نسبة اللفظ إلى معناه. نعم. فصل. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين. الحاجز بين الشيئين. واضح؟ وفي الاصطلاح هو هذا الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. الاصطلاح هو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، يسمى فصل. واضح؟ نعم. ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، ونسبة لفظ إلى لفظ آخر يدخل الاشتراك. هذا هو. نعم. قال: فصل في نسبة اللفظ إلى معناه. يعني نسبة اللفظ إلى معناه، هذا اشتراك، وهو الاشتراك. نسبة اللفظ إلى معناه، نسبة اللفظ إلى معناه، هذا من باب الاشتراك. مثل ماذا؟ مثل العين. مثل العين، لفظ العين هذا النسبة بينه وبين معناه الاشتراك، لأنه قد يطلق على جارية، يطلق على الجاسوس، يطلق على الذهب والفضة، هذا يسمى المشترك، باب الاشتراك. فالاشتراك هو نسبة اللفظ إلى معناه، نسبة اللفظ إلى معناه، هذا يسمى الاشتراك. ما النسبة بين اللفظ ومعناه؟ الاشتراك، أن اللفظ واحد والمعاني كثيرة في الاشتراك. اشتراك اللفظ واحد عين، لكن المعاني كثيرة، فالنسبة بين اللفظ والمعنى تسمى الاشتراك. فاهمين يا جماعة؟ هذا هو. نعم. ثم قال: ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر. ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، هذا اسمه ماذا؟ التباين. اسمه التباين. كالإنسان، كالفرس والإنسان، تباين. أن معنى الإنسان حيوان ناطق، معنى الفرس حيوان صاهد، صحيح؟ هذا بينهما التباين. ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، هذا بمعنى التباين، بمعنى التباين. فالنسبة هنا بين المعاني، كإنسان وفرس، مفهوم؟ فمعنى إنسان مبين لمعنى فرس. نعم. ونسبة لفظ إلى لفظ آخر، هذا ترادف. لفظ بالنسبة كإنسان وبشر، كإنسان وبشر، هذا يسمى الترادف. كإنسان وبشر، كقمح وبر. كم ذكر الشيخ من نسبة هنا؟ ذكر كم؟ 3، لكن
بقي التواطؤ والتشاكك، فهو ماذا؟ هو عبارة عن النسبة بين معنى اللفظ وأفراده، النسبة بين معنى اللفظ وأفراده. هذا يدخل فيه ماذا؟ التشاكك، يدخل فيه التواطؤ. الشيخ كم ذكر هنا؟ 3. ذكر اشتراك في نسبة اللفظ إلى معناه، اشتراك، ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، هذا التباين، ونسبة لفظ إلى لفظ آخر، هذا الترادف. يبقى ماذا؟ يبقى التواطؤ والتشاكك، وهو نسبة بين معنى اللفظ وأفراده، بين معنى اللفظ وأفراده، يدخل فيه ماذا؟ التشاكك والتواطؤ، التشاكك والتواطؤ. فهمنا يا جماعة الخير؟ نعم. زيد. ونسبة الألفاظ للمعاني، نعم، أي مع المعاني، نعم، على أن اللام بمعنى مع، بمعنى مع، ونسبة الألفاظ مع المعاني، ونسبة الألفاظ مع المعاني. والمراد بالمعنى ما يعنى، نعم، يقصد فيشمل الأفراد، فيشمل الأفراد. المقصود بالمعنى ما يقصد فيشمل الأفراد. ونسبة الألفاظ مع المعاني، اللفظ مع المعنى، النسبة بين اللفظ ومعناه. ما هي النسبة بين اللفظ ومعناه؟ هذا الذي يتكلم عليه الشيخ رحمه الله. قال الشيخ هنا اللام هذا اللام بمعنى مع، يعني نسبة الألفاظ مع المعاني، مع المعاني. وما المقصود بالمعنى هنا؟ ما يعنى، يعني يقصد. فتدخل ماذا؟ تدخل الأفراد، لأن الأفراد كذلك تقصد، فيشمل الأفراد، لأن الأفراد تقصد كما يقصد المركب وغيره. فهمنا يا جماعة؟ أيوة. ومتعلق النسبة محذوف، ومتعلق النسبة محذوف. نعم، أي لبعضها. نعم. ففي الكلام حذف، أي ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض، هذا هو. ففي الكلام حذف، ففي الكلام حذف، تقديره ماذا؟ ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض. نعم، بعضها مع بعض، هذه النسبة، نسبة بعضها لبعض. مفهوم؟ نسبة المعنى لللفظ، نسبة اللفظ للمعنى، بعضها لبعض. ففي الكلام حذف كما قال الشيخ. نعم. 5 أقسام بلا نقصان، بلا نقصان ولا زيادة، يعني النسب 5 فقط، 5 بلا نقصان ولا زيادة، وهي التواطؤ والتشاكك والترادف والتباين والاشتراك. 5 نسب سنتكلم عليها. اقرأ معي في الحاشية تحت ماذا قال؟ قوله فصل في نسبة اللفظ إلى آخره. اعلم أن النسب 5 الآتية بعضها بين اللفظ ومعناه، وهو الاشتراك. اشتراك ننظر إلى اللفظ ومعناه، ننظر إلى اللفظ ومعناه، هذا يسمى اشتراك. كالعين، العين، لفظ العين معناه ماذا؟ معناه الجاسوس، ومعناه الذهب والفضة، ومعناه العين الجارية إلى آخره. فالنسبة بين اللفظ والمعنى اشتراك. فهم؟ قال اعلم أن النسب 5 الآتية بعضها بين اللفظ ومعناه، وهو الاشتراك، هذا الأول. وبعضها بين معنى اللفظ وأفراده، أهو معنى اللفظ وأفراده، وهو التواطؤ والتشاكك. مثل ماذا؟ كالإنسان، كالإنسان، الإنسان مع أفراده. بين معنى اللفظ وأفراده. ما معنى الإنسان؟ حيوان ناطق. لو ننظر مع أفراده متواطئ، هذه الحيوانية الناطقية كلها متواطئة في الأفراد، هذا يسمى متواطئ. فهم؟ وهنا
النسبة بين معنى اللفظ وأفراده. معنى اللفظ اللي هو الإنسان، ما معناه؟ حيوان ناطق. هذا الحيوان الناطقية متساوية في الأفراد، متواطئة، هذا يسمى المتواطئ. أو مشكك. مشكك مثل ماذا؟ المشكك هو النسبة بين معنى اللفظ وأفراده. مثل ماذا؟ مثل النور، الضوء، هذا النور هذا، مثل البياض، كالبياض مثلا، كذلك البياض كالبياض. البياض هذا ننظر إلى معناه، ننظر إلى النسبة بين معناه وبين أفراده. مفهوم؟ فلما رأينا البياض في الأفراد وجدناه ماذا؟ وجدناه مختلف، بعضها أقوى من بعض. فالبياض في الأسنان أشد من البياض في الأوراق، والبياض في الأوراق أشد من البياض في البيض، والبياض في البيض أشد من البياض في الثياب، وهكذا. الآن النسبة بين معنى اللفظ اللي هو البياض بين معناه وأفراده يسمى تشكك، مشكك. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الأفراد ظنناه متواطئ، ولو نظرنا إلى الاختلاف لظنناه ماذا؟ لظنناه ماذا؟ مشترك. صحيح؟ لظنناه مشترك، فوقع التشكك. لو نظرنا إلى الأفراد، بياض في الورقة، بياض في الأسنان، بياض في البيض، بياض في الثياب، وهكذا، ظنناه متواطئ. ولو نظرنا إلى التفاوت بينهما لظنناه مشترك، فوقع التشكك فسمي مشككا. فمن الكلام هذا هو. فالآن النسبة بين معنى اللفظ وأفراده قد يكون متواطئ وقد يكون مشكك. ثم قال الشيخ: وبعضها بين اللفظ ولفظ آخر وهو الترادف. أما النسبة بين لفظ ولفظ آخر ترادف، كإنسان وبشر، كبر وقمح، هذا ترادف، نسبة بين اللفظ ولفظ آخر. نعم. وبعضها بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. النسبة الخامسة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. ما معنى الإنسان؟ ما معنى الفرس؟ هذا يسمى التباين. إذا نظرنا إلى النسبة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر هذا اسمه التباين. معنى لفظ الإنسان ومعنى لفظ الفرس هذا اسمه التباين. فهذه 5 نسب. مفهوم؟ النسبة الأولى بين ماذا؟ النسبة الأولى بين ماذا؟ بين اللفظ ومعناه وهو الاشتراك. النسبة الثانية بين معنى اللفظ وأفراده، يدخل فيه المشترك، يدخل فيه التشاكك والتواطؤ. النسبة الثالثة بين اللفظ ولفظ آخر وهو ترادف. النسبة الخامسة النسبة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر وهو التباين. فمن هذه النسب هذا. قال الشيخ: فالأقسام بهذه الاعتبارات 4. إذا علمت هذا فقول الشيخ في نسبة اللفظ إلى معناه إشارة إلى قسم من 5 وهو ماذا؟ ما هو القسم الذي أشار له الشيخ؟ اشتراك، الاشتراك، وهو الاشتراك. وقوله نسبة معنى لفظ إلى لفظ آخر إشارة لثالث وهو الترادف، معنى لفظ إلى لفظ آخر. وبقي من 5 القسمان المندرجان تحت القسم الرابع من النسب الذي هو نسبة المعنى إلى أفراده وهو التواطؤ والتشابه، فلو زاد ذلك لشملها، لكن نقص الترجمة عما يذكر غير معين. الشيخ فعندنا النسب كم؟ 5. بقيت كم؟ بقيت النسب، بقيت 3 نسب، وهي التساوي والعموم والخصوص الوجهي
والعموم والخصوص المطلق. كنا نتكلم عن العموم والخصوص الوجهي. ما هو التساوي؟ الاتحاد قال وبقي من النسب التساوي، نسبة التساوي، وهي الاتحاد في ما صدق، الاتحاد في ما صدق مع اختلاف المفهوم. الاتحاد يعني في ما صدق، يصدق على كذا ويصدق على كذا. اتحاد في ما صدق، كلاهما يصدق على هذا، اسمه ما صدق هذا، مع اختلاف المفهوم، مع اختلاف المفهوم. ككاتب بالقوة وضاحك بالقوة، كاتب بالقوة وضاحك بالقوة، هذا كلاهما يصدق على ماذا؟ على الإنسان، كلاهما يصدق على الإنسان، كاتب بالقوة وضاحك بالقوة. لكن المفهوم تاع الكاتب يختلف عن مفهوم ضاحك. الآن هذا اتحدا في ما صدق واختلفا في المفهوم، هذا يسمى التساوي. ككاتب بالقوة وضاحك بالقوة، كلاهما يصدق على الإنسان صحيح، لكن يختلفان في المفهوم. ثم قال والعموم الوجهي وهو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد كل بأخرى كإنسان وأبيض. الآن الإنسان والأبيض هنا أين يجتمعان؟ في إنسان أبيض، في إنسان أبيض. وأين يفترق ماذا؟ وأين يفترق الإنسان؟ في أسود، في أسود صحيح. وأين يفترق الأبيض؟ في البيض، ها؟ الذي ليس إنسان، في بيض مثلا أو ورق أو غير ذلك. فهذا العموم والخصوص الوجهي، أن يجتمعا في شيء في مادة ويفترق كل منهما عن الآخر في مادة أخرى كإنسان وأبيض. الإنسان والأبيض يجتمعان في الإنسان الأبيض، ويفترق الإنسان في الأسود، إنسان أسود، ويفترق الأبيض في جسم كورق أبيض ولا بيض أو مثلا أسنان بيضاء وهكذا. هذا اسمه ماذا؟ عموم وخصوص وجهي، أن يجتمع في مادة وينفرد كل منهما عن الآخر في مادة. فهمنا هذا الكلام؟ ثم قال والعموم المطلق، والعموم المطلق قال وهو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما فقط بأخرى. أن يجتمع شيئين يجتمعوا في مادة، لكن واحد منهم فقط ينفرد، واحد ينفرد بأخرى، ينفرد مطلقا عن الآخر. فهذا اسمه ماذا؟ اسمه عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. نعم. قال كإنسان وحيوان، كإنسان وحيوان، أين يجتمعان إنسان وحيوان؟ في الإنسان صحيح؟ أين يجتمع الإنسان والحيوان؟ في الإنسان، لأن الإنسان حيوان صحيح. وأين ينفرد الإنسان؟ في زيد، لا في، ليس في فرس، في زيد مثلا. أين ينفرد الإنسان؟ فرس حيوان لكن هو ليس إنسان. معنى الحيوان ينفرد ليس الإنسان. الحيوان ينفرد، واضح؟ هذا الإنسان لا ينفرد، الحيوان هو الذي ينفرد عن الآخر. فالحيوان ينفرد عن الإنسان في مثلا الفرس أو الحمار أو القط أو الثعلب أو الذئب إلى آخره. فالآن الإنسان والحيوان يجتمعان في الإنسان. فزيد هذا
إنسان وحيوان. مثلا زيد يجتمع فيه الإنسان والحيوان، زيد مثلا، فهو إنسان وحيوان. لكن من الذي ينفرد بين الإنسان والحيوان يا جماعة؟ أنتم معي ولا لا؟ من الذي ينفرد عن الآخر، إنسان ولا الحيوان؟ الحيوان هو الذي ينفرد، لأن الإنسان لا ينفرد. الإنسان لا ينفرد. إذا قلت زيد عمرو خالد بكر كله إنسان حيوان. من الذي ينفرد؟ حيوان. ينفرد عن الإنسان في ماذا؟ في الفرس. هذا فهمت يا مفضل؟ هذا. وينفرد الحيوان على الإنسان في الفرس. هذا فمن الآن الكلام هذا اسمه عموم وخصوص مطلق. عموم خصوص مطلق. نعم. قال كإنسان وحيوان. ويمكن اندراج التساوي في الترادف. قال التساوي قد يدخل تحت الترادف من باب الترادف. نعم. والعموم بقسميه في التباين. قال لك العموم الوجهي والعموم المطلق قد يدخلان في التباين، في نسبة التباين، لأنه قد يطلق عليهما التباين الجزئي. التباين الجزئي. نعم. قال قوله أي مع إلى آخره دفع بهذا ما يرد على المصنف من أن نسبة الألفاظ للمعاني قسم لا خمسة. قسم لا خمسة. واضح؟ فكيف هذا الإخبار؟ وحاصل الدفع أن اللام في قوله للمعاني ليست متعلقة بالنسبة، والمعاني هي المنسوب إليه، بل هي بمعنى مع، والمنسوب إليه محذوف التقدير لنسبة الألفاظ والمعاني لبعضها، والمراد بالمعنى ما يشمل الأفراد، فشمل ذلك نسبة لفظ للفظ التي هي الترادف، ونسبة معنى لفظ لمعنى لفظ آخر وهي التباين، ونسبة معنى لأفراده هي تواطؤ التشاكك، ونسبة لفظ لمعنى وهي الاشتراك. فانطبق المبتدأ على جميع الأقسام، فصح الإخبار بقوله خمسة. نسبة الألفاظ خمسة هو الخبر. هذا توضيح ما أشار إليه الشيخ، لكن لا يخفى ما فيه من التكلف الذي لا تدل عليه العبارة، إلا أنه خير من فسادها. نعم. لأن تصحيح العبارة واجب ما أمكن. مفهوم؟ نعم. هذا يتكلم على أن اللام بمعنى مع لكي لا يفسد المعنى. نعم. قال قوله أي لبعضها يعني ألفاظ لألفاظ ومعان لمعان. هذا نسبة بين الألفاظ للألفاظ ومعان لمعان. هذا فاندرج في ذلك الترادف والتباين والتواطؤ والتشاكل. واضح؟ وبقي عليه الاشتراك الذي هو نسبة لفظ إلى معنى، فأشار إليه بقوله ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض، فالمراد به نسبة لفظ لمعناه. وإذا تأملت وجدت هذا يمكن اندراجه فيما قبله، إلا أن عادة الشيخ زيادة الإيضاح. نعم. واضح يا جماعة؟ زيد اقرأ لنا. لأن اللفظ إما كلي أو جزئي. نعم. والأول إن كان معناه واحدا. والأول اللي هو الكلي، اللي هو الكلي، والأول اللي هو الكلي. مفهوم؟ والأول إن كان معناه واحدا، فإن كان مستويا في أفراده فنسبة بينه وبين أفراده تواطؤ. نعم. هذا قال لأن اللفظ إما كلي أو جزئي كما مر علينا. والأول اللي هو الكلي إن كان معناه واحدا، إن كان معناه واحدا كالإنسان. إنسان لفظ كلي صحيح؟ معناه واحد ولا لا؟ معناه واحد وهو الحيوان الناطق صحيح؟ إن كان مستوي في الأفراد. ما معنى مستوي؟ مستوي في الأفراد كلها متساوية، حيوان ناطق حيوان ناطق حيوان ناطق مستوي في الأفراد كلها. هذا يسمى ماذا؟ المتواطئ. تواطؤ هو التوافق، متواطئ يعني متوافق في الأفراد. واضح كلام؟
هذا معنى كلام الشيخ، لأن اللفظ إما كلي وإما أو جزئي، صحيح؟ والأول اللي هو الكلي إن كان معناه واحد كالإنسان، إنسان لفظ كلي ومعناه واحد، حيوان ناطق. ثم قال لك الشيخ فإن كان مستويا في أفراده، كل الأفراد مستوية في الحيوانية والناطقية، كل الأفراد مستوية، فهذا يسمى ماذا؟ متواطئ، يعني متوافق. لأن ماذا؟ لأن اللفظ توافق مع المعنى، اللفظ توافق مع المعنى، متوافق لتواطؤ أي لتوافق اللفظ مع المعنى. أن اللفظ إنسان والمعنى حيوان ناطق في كل الأفراد، هل يوجد فرق ناقص أو زائد؟ كلها متساوية، هذا يسمى متواطئ، متوافق، متساوي في كل الأفراد. فهمنا؟ هذا هو. وهو القسم الأول من الخمسة. نعم، كالإنسان أهو، فإن معناه لا يختلف في الأفراد، لا يختلف في أفراده، أهو يسمى ذلك المعنى متواطئا لتواطؤ أفراده، أهو أي توافقها فيه، توافقها فيه، هذا هو. نعم. فإن أفراد الإنسان كلها متوافقة في معناه من الحيوانية والناطقية، كلها متفقة في الحيوانية والناطقية كلها. هل يوجد إنسان ليس حيوان ناطق؟ كلها متوافقة، هذا هو. نعم. وإنما الاختلاف بينها بعوارض خارجة. نعم، بعوارض خارجة، بعوارض خارجة كالبياض والسواد، البياض والسواد والطول والقصر، هذا هو جمع. أما الاختلاف بعوارض خارجية، أما الحيوانية والناطقية فهذه لا يختلف فيها فرد عن فرد، كلها متساوية، فيسمى ماذا؟ فيسمى هذا التواطؤ المتواطئ. فالنسبة بين معنى اللفظ وأفراده تسمى متواطئ كما هم، لأن معنى الإنسان اللي هو الحيوان الناطق هذا متواطئ في الأفراد كلها، مستوي متوافق في الأفراد كلها، كل الأفراد متساوية في الحيوانية والناطقية. هم جماعة، هذا معنى هذا الأول. قال الشيخ ولا تحت قال لأن اللفظ أي إلى آخره، حاصل ما في المقام أن الجزئية لا يدخله تواطؤ ولا تشاكل. نعم، الجزئي لا يدخله تواطؤ ولا تشاكل، لأنه يصدق على فرد واحد فقط، والمتواطئ والمتشاكك لابد يصدق على أفراد، صحيح؟ الآن الجزئي لا يدخله تواطؤ ولا يدخله تشاكل، نعم، وإنما يتأتى فيه التباين. نعم، واضح؟ الجزئي يتأتى فيه التباين لأنه فرد قد يكون فيه تباين، نعم، والترادف وقد يكون فيه ترادف كإنسان وفرس، كإنسان وبشر، والاشتراك قد يدخله الاشتراك كذلك، واضح؟ كزيد مثلا وغير ذلك. مثال التباين الشيخ هو مثل لنا زيد وواشق، زيد وواشق، وهيلة وواشق، وهيلة وواشق، كما قال ابن مالك. ماذا قال؟ اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرنقة، زيد، وهيلة وواشق، وهيلة وواشق. واشق اسم ماذا؟ واشق اسمه فرس أو اسمه حصان، هكذا واشق. الهيلة اسمه نعجة أو اسمه كذا، والواشق هذا اسم فرس أو كذا، لا لم أتذكر، لا أتذكر جيدا. واشق مهم. فالآن الاشتراك
مثال التباين زيد وواشق متباين. زيد وواشق، زيد وواشق اللي هو اسم فارس، بينهم تباين ولا لا؟ بينهم تباين. معنى زيد يختلف عن معنى واشق. قال ومثال الترادف زيد وأبو محمد. زيد وأبو محمد ترادف ولا لا؟ زيد جزئي وأبو محمد جزئي مترادف إذا كان المسمى واحدا. نعم، إذا كان زيد هو أبو محمد ترادف. ومثال الاشتراك زيد لابن عمرو ولابن بكر. زيد لابن عمرو ولابن بكر، هنا اشتراك. واضح؟ هنا اشتراك بين زيد ابن عمرو وزيد ابن بكر، يوجد اشتراك بين هنا في زيد. زيد يصدق على ابن عمرو ويصدق على ابن بكر، فهذا يوجد فيه اشتراك. صحيح ولا لا؟ جزئي ولكن فيه اشتراك. فهمنا الكلام هذا؟ ثم قال وأما الكلي فيتأتى فيه جميع الأقسام الخمسة. أما الكلي يتأتى فيه جميع الأقسام الخمسة: تواطؤ، تشاكك، تباين، ترادف إلى غير ذلك. نعم. مثال التواطؤ إنسان، ومثال التشاكك أبيض. مثال التواطؤ إنسان، لأن لفظ إنسان هذا متواطئ بجميع الأفراد. مثال التشاكك أبيض. لماذا مثال التشاكك أبيض؟ لأن الأبيض يختلف قوة وضعفا في الأفراد. البياض في الورق ليس كالبياض في الأسنان، وليس كالبياض في الثياب، يختلف قوة وضعف. فهذا لو رأينا إلى الأفراد ظنناه متواطئ، ولو نظرنا إلى القوة والضعف لظنناه مشترك، فوقع التشاكك فسمي متشاككا. فسمي متشاكي. زيد. ثم قال ومثال التباين إنسان وفرس. تباين إنسان، نعم، لفظ إنسان ليس كلفظ فرس، هذاك حيوان ناطق، ذاك حيوان صاهد، بينهم تباين. ثم قال ومثال الاشتراك عين. العين مشترك، لفظ مشترك، لفظ واحد والمعاني كثير. يطلق على الجاسوس والذهب والفضة والجارية والجارحة إلى غير ذلك. ومثال ترادف إنسان وبشر، هذا مثال ترادف إنسان وبشر. إذا علمت هذا تعلم أن تخصيص الشيخ الكلي بقوله والأول إن كان إلى آخره إنما هو لعدم تأتي جميع الأقسام في الجزئي، لكونه لا يكون متواطئا ولا متشككا، لا لكونه متباينا دائما كما قيل هكذا. فالآن الجزئي لا يدخله التشاكك ولا يدخله التواطؤ، الجزء يدخله فقط تباين والاشتراك والترادف فقط. أما الكل يدخله الأقسام الخمسة كلها. نعم. قوله تواطؤ مصدر تواطأ كتوافق لفظا ومعنى. قوله كالإنسان أي كنسبة معنى الإنسان الذي هو الحيوان الناطق إلى أفراده كزيد وعمر وغير ذلك. مفهوم؟ نعم. قوله مختلفا في أفراده، المراد باختلاف الأفراد أن يكون لبعضها مزية على بعض، بأن يكون المعنى في بعضها أولى أو أسبق أو أشد منه في البعض الآخر، فأقسامه ثلاثة، ويصلح أن يمثل للكل بالوجود، فإنه في القديم أولى أو أسبق وأشد منه في الممكن. واضح الكلام؟ واضح جدا. هذا معنى مختلف في أفراده. اختلاف في الأفراد معناه يكون فيه مزية لبعضها عن بعضها الآخر. واضح هذا؟ فالآن المتواطئ هو الذي لا يوجد ماذا؟ لا يوجد اختلاف في أفراده، إنما يوجد توافق واستواء. نعم. زيد يا مولانا.
فإن كان معناه مختلفا في أفراده. فإن كان معناه مختلفا في الأفراد، واضح؟ بأن يكون لبعضها مزية على بعض، مختلف في الأفراد، بأن يكون بعضها له مزية على البعض الآخر، مختلف. نعم. كالنور فإن معناه في الشمس أقوى منه في القمر. هذا هو النور الآن. النور معناه في الشمس أقوى منه في القمر. يعني النور هذا موجود في الشمس أقوى منه النور موجود في القمر، فوقع ماذا؟ القوة والضعف. نعم. وكالبياض فإن معناه في العاج أقوى منه في الثوب. نعم. العاج هو ناب الفيل، ثم العاج. وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت كما قال الشيخ خليل رحمه الله. وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت. نعم. العاج هو هذا الفيل، هذا ناب الفيل يسمى العاج. نعم. فالنسبة بينه وبين أفراده تشاكك. نعم. كذلك معناه في العاج أقوى منه في الثوب، أو الثوب أبيض، الثوب الأبيض. والبياض في العاج أقوى من البياض في الثوب، والبياض في الثوب أقوى منه في الورق، والبياض في الورق أقوى من البياض مثلا في البيض، حبة بيض، وهكذا. يعني يختلف قوة وضعفا. فلو لاحظنا إلى الأفراد أنها كلها بيضاء لظنناه ماذا؟ متواطئ. وإذا نظرنا إلى القوة والضعف في الأفراد ظنناه ماذا؟ مشترك. فوقع التشاكك فسمي لفظا متشاكك. فما الكلام الآن؟ هذا هو. نعم. زيد. ويقال للمعنى مشكك. نعم. لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئ. هذا هو. لأن لو نظر إلى الأفراد كلها أبيض 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 ظنه متواطئ. أيوة. وإذا نظر فيها باعتبار التفاوت ظنه مشتركا. أما إذا نظر إلى التفاوت يعني القوة والضعف، قوة وضعفا، البياض في النور، البياض في الثوب أقوى منه في الورق. لو نظر إلى الضعف والقوة من هذا الجانب لظنه مشترك من اللفظ المشترك، فوقع له التشكك فسمي لفظا مشككا. نعم. فحصل له التشكك. حصل له التشكك اللي هو الشك. حصل له التشكك اللي هو الشك. حصل له الشك هل هذا متواطئ ولا مشترك؟ حصل له الشك فسمي مشكك. سمي مشككا. نعم. ويسمى اللفظ في الأول متواطئا كمعنى كما قلنا في المعنى متواطئ، اللفظ كذلك متواطئ. وفي الثاني مشككا كمعناه كذلك. وفي الثاني اللفظ مشككا كما قلنا في المعنى أنه مشكك. واضح يا جماعة؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.